احنا طبعا سألناه عن عن الموضوع ده يا استاذ عبد الناصر. فطبعا قال انا طبعا كنت المحافظ كان وعدني بدعم مادي يقدر بحوالي 10 ملايين جنيه. طبعا الدعم ده وصل منه 7 مليون جنيه فقط، ولسه 3 مليون جنيه. طبعا مستر كامل قال انا لوحدي مفيش حد بيساعدني، فالحمل تقيل عليه جامد. واللاعبين كمان يا كابتن في المعسكر بيطالبوه بمستحقاتهم اول باول. يعني مثلا حصلت بينه وبين كابتن احمد مجدي مشاده كلاميه في معسكر الغردقه طبعا، لانه بيطالب بال 25% للمباريات. فقال لهم يعني قال له لسه احنا حتى الدور الاول ما خلصش عشان تطالبوا بال 25%. فطبعا هو حاسس ان الحمل تقيل عليه ومفيش حد بيساعده في بورسعيد يا استاذ عبد الناصر. فطبعا يعني هو بينوي الرحيل لانه طبعا ايد لوحدها ما تسقفش بالبلدي كده يا استاذ عبد الناصر. فهو بيطلب يعني يد العون من المحافظ ومن رجال الاعمال، لان طبعا مش هيشيل حمل النادي المصري يا كابتن، نادي كبير وحمله كبير يا كابتن، يعني لازم يكون في حد معاه. دي اول حاجه كانت تصريح لمستر كامل ابو علي لبرنامج فرعين الكوره. ثاني حاجه يا استاذ عبد الناصر في صفقه تبادليه بين اتحاد الشرطه والنادي المصري. طبعا اسامه عزب عشان طبعا في ظروف خاصه ومرض زوجته وكده، فيعني راح اتحاد الشرطه مقابل محمد رضا بوبو لاعب نادي اتحاد الشرطه وناشئ النادي الاهلي لمده 6 شهور فقط يا كابتن عبد الناصر. ومن اول الموسم هيرجع ثاني للنادي المصري، ومحمد رضا هيرجع نادي اتحاد الشرطه ثاني. يعني على صفقه تبادليه على سبيل الاعاره. على سبيل الاعاره يا استاذ عبد الناصر لمده 6 شهور. وطبعا لان نادي اتحاد الشرطه استاذ عبد الناصر وعده الكابتن اسامه عزب بنفقه العلاج لزوجة الكابتن اسامه عزب حتى نهايه الموسم، لان طبعا لازم يكون متواجد جنبها خلال مرضها في القاهره كابتن عبد الناصر. ثاني حاجه في خبر كمان يا كابتن، وده اللي طبعا مستر كامل مستاء منه جدا، بعد ما اتفق مع مسؤولي انبي على كل المفاوضات مع اللاعب محمد صبحي لاعب منتخب الشباب. طبعا مسؤولي انبي ارسلوا فاكس النهارده للنادي المصري بيرغبوا في عوده اللاعب مره اخرى. فطبعا الاستاذ كامل ابو علي اتكلم معاهم قال لهم احنا اتفقنا قدام الكابتن مجدي عبد الغني على كل المبلغ المادي وعلى صفقه انتقال اللاعب، يعني انتقال بيع وشراء. فقالوا له بعد اجتماع المجلس اختلفوا على المبلغ المادي. فطبعا يا كابتن يعني ده في استياء طبعا يا كابتن، يعني احنا بنتكلم اذا يا احمد عشان ضيق الوقت عشان كل الاخبار اللي معاك، انبي يرسل فاكسا رسميا يرفض فيه الاتفاق الذي تم بشان اللاعب محمد صبحي مع النادي المصري. طبعا يا كابتن هو ده طبعا في المبلغ المادي يا استاذ عبد الناصر، دي المشكله اللي احنا بنثيرها دلوقتي يا استاذ عبد الناصر، ان المفروض انديه البترول اللي بتساعد الانديه الشعبيه مش بتطمع في الانديه الشعبيه يا استاذ عبد الناصر. ما لديك